شارع المعز لدين الله الفاطمي، ذلك الشارع الذي تتمتع فيه بروعة وجمال الآثار الإسلامية القديمة، فهو يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم. يرجع تاريخ الشارع إلى عام 969 ميلادياً، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمي الذي أرسل قائده جوهر الصقلي إلى مصر عام 969 ميلادياً، لتصبح مصر منذ ذلك التاريخ عام 1171 ميلادياً تحت الحكم الفاطمي. ويحتوي شارع المعز على أكثر من 33 أثراً إسلامياً، منها مسجد الحاكم بأمر الله، ذلك المسجد الذي أسس سنة 379 هجرياً 989 ميلادياً في عهد العزيز بالله الفاطمي، والذي تم بناؤه على يد ابنه الحاكم بأمر الله عام 1112 ميلادياً، ولهذا سمي المسجد على اسمه. ومن الآثار الإسلامية القديمة أيضاً جامع الأقمر، وهو أحد مساجد القاهرة الفاطمية، ويعد من أصغر مساجد القاهرة، ولكنه يعد تحفة معمارية أصيلة. ويعتبر جامع الأقمر أول مسجد في القاهرة يكون له واجهة مزخرفة من دلائات ونقوش خطية ونباتية محفورة في الحجر. وأما عن الصناعة والتجارة في شارع المعز، فهو يحتوي على عدد كبير من المحال والورش الفنية والتي تعمل في الصناعات اليدوية، كما يعد سوقاً تجارياً يتردد عليه الآلاف يومياً. شارع المعز من أقدم شوارع القاهرة، في أكثر من 30-40 أثر، يعتبر أقدم شارع في العالم كله. اما بالنسبه لشغلتنا، شغله قايمه على السياحه، ودلوقتي ما فيش سياحه زي ما انتم عارفين، وربنا يسهل ان شاء الله. شارع المعز كان الاول شيء ودلوقتي شيء. اول كان لما ما فيش تطوير، النهارده طبعا الارضيه متطوره ومهتمين بالاثار، وطوروا الاثار ورمموه كده يعني، والثلاث شارع اتطور بقى، دخل بقى في منظومه اللي بشارع سياحي. فطبعا هنا بقى الموقع اتحسن طبعا، بقى في نظافه فيه وفي اهتمام وفي رعايه وكده يعني. ده اللي يفرق عن الاول. الاول ما كانش في كلام ده، كان عربيه كارو تمشي، عربيه صمت تمشي، ده بيمشي ده بيمشي، ما كانش فيه تطوير زي ما موجود دلوقتي حاليا. التجاره تختلف فيها عن قبل كده. هو زي ما هو موجود، هي بس اللي زاد عليها ان بقى في محلات غيرت نشاطاتها، بدل ما كان محل مثلا جزماتي لا بقى مثلا بازار. طور، فرضت الامور نفسها على المكانات. شارع المعز هو الشارع الذي يأتي إليه الزوار من كل مكان في العالم ليروا جمال مصر القديمة ويتمتعوا بآثارها الجميلة التي ظلت صامدة لم تتغير حتى الآن، وإن تأثرت بعض الشيء بما أنشئ حولها. من شارع المعز، محمود جميل، القاهرة.